أصدقائي الأعزاء، أرجو من الجميع الدخول إلى قنوات عصام عقيل والاشتراك فيها. جميع روابط القنوات أسفل الفيديو في أول تعليق، وشكرا على المشاهدة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. أحبة المشاهدين والمتابعين أينما كنتم، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بالجميع. طبعا رجعنا لكم بحلة جديدة وفيديو جديد وموضوع جديد، وطبعا كنا غايبين بسبب الحظر الذي حصل علينا بسبب أننا تحدثنا عن القضية الفلسطينية، واليوتيوب لا يعجبه من يتحدث عن فلسطين، فتم معاقبتنا وعدنا الآن بالقناة الرياضية، وطبعا ستكون هي رياضية وسياسية بنفس الوقت حتى يتم الإشكالية في القناة الرسمية. أولا هنالك موضوع مهم، وهو اليوتيوبرز المصري علي مهدي حسن. طبعا هو إعلامي كبير ودائما ما يتحدث عن فلسطين والقضية الفلسطينية، ولديه عدة فيديوهات وهو ينتقد النظام المصري والعرب بشكل عام. طبعا مؤخرا اختفى، ولكن ظهر من جديد، وهذا فيديو اليوم سنشاهده سويا، وهو يتحدث عن النظام المصري وما هي الأسباب التي كان بها غائبا هذا الإعلامي. طبعا هنالك من يقول بأنه سيعود إلى مصر، ولكن هذه ليست حقيقة، لأنه لم ينشر خبر حتى الآن، ولم نشاهد فيديو وهو يتكلم. أصدقائي المشاهدين، خلونا نشاهد الفيديو ومن ثم نتحدث. أنا بحمل السلطات المصرية على رأسهم السيسي وأمن الدولة والمخابرات وكل الأجهزة الأمنية في مصر. بحمل كل الأجهزة الأمنية في مصر على رأسهم السيسي الحالة الصحية بتاعت والدي، ولو حصل له حاجة انتوا المتهمين قدامي، ولو حصل له حاجة ليلة أبوكوا سودا معايا. أنا ما بكلموش ولو خرج مش هيكلمني، وأنا متأكد من كده ومراعي الكلام ده، لأن هو خايف، حقه يا عيني، ما هو بشر، خايف، هيخاف على نفسه، راجل كبير في السن وعلى أولاده وبتاع. أنا مراعي ده، أنا بحمل المسؤولية كاملة لصحته. لو حصل له أي مشكلة، أزمة صحية، جات له جلطة وجيتوا بلغتوني إن هو توفى، لا قدر الله، ربنا يديله الصحة والعافية يا رب. لو حد وجالي معلومة إن حصل له حاجة في صحته ليلة أبوكم معايا سودة، أقسم بالله ده أنا بص، أنا شغال كده ببعت لهم إيميلات، ببعت لأعضاء الكونجرس هنا إيميلات بس، والصحفيين الأمريكين والغرب إيميلات بس. بص عاملين فيكوا إيه، وحياة أبوك، ولو حصل حاجة مش هتبقى إيميلات بقى، ده أنا هنزل أبات عندهم هناك، وحياة أبوكوا لا تلاقوني النهاردة جوه الكونجرس، وبكرة جوه البيت الأبيض، وبعده في الأمم المتحدة. خلاص هسيب حياتي وأتفرغ ليكوا، هسيب شغلي وهسيب حياتي وهسيب كل حاجة، مش هيبقى قدامي غيركم. خلاص هوهب نفسي ليكوا. لو حصل حاجة بحمل السلطات المصرية كامل المسؤولية عن أبويا وعن أهلي وعن صحتهم وعن ما يحدث ليهم من عملية تدوير على قضايا هم ما يعرفوش عنها أي حاجة، وعن وجودهم في سجون السيسي وفي سجون مصر بسبب إن علي بيعمل لايف على اليوتيوب أو على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وبيتكلم وينتقد النظام المصري. ليس إلا وقدام حضراتكم اهو المسؤولية كاملة على النظام المصري، عشان الفيديو ده اخده واقصه كده وكلكم تبقوا شاهدين عليه. لو حصل حاجة مش هرحمكم. دلوقتي اعضاء الكونجرس بيضغطوا عليكم بس، وفي مشروع قانون جديد نازل هيطلع ميتينكم وحياة ابوكم. لو حصل حاجة وصلتني حاجة اكبر من كده الايام الجاية ما هرحمكم، هتشوفوا علي تاني خالص. يعني انا لحد دلوقتي عمال بهدى والله، لا بقيت بشتم ولا بقيت وكما شاهدنا أصدقائي المشاهدين، طبعا حبينا ننقل لكم هذا الموضوع لأنه كثر الجدل بسبب هذا الإعلامي علي مهدي حسن، وطبعا هو مواكب للقضية وسيظل مواكب. وطبعا ستجدون روابط قنواتي الاحتياطية أسفل الفيديو. إذا أردتم الاشتراك فأهلا وسهلا، وإذا لم ترغبوا فاضغطوا على اللايك واكتبوا لنا تعليق حتى يصلكم كل جديد. وإلى